هلو بالموز يا حبايب قلب مارشميلو. عندي مشروع جديد عايزه اعمله، محتاج عدد اعضاء كتير عشان يبقى قوي. الموضوع عباره عن ان احنا هنعمل عضويه شهريه في مؤسسه هنسميها مارشميلو تحت نفس اسم البراند بتاعنا. محتاجين نبدا بلا يقل عن على الاقل 300 عضو. بالفعل في ناس موجوده وناس اشتركت، واحنا عايزين نكمل العدد. اشتراك شهري 1000 جنيه. ال 1000 جنيه دول هيتعمل بيهم ايه؟ لو احنا النهارده 300 عضو 400 عضو 1000 عضو على حسب ما هنجمع ناس مهتمه، هنعمل حاجه زي ما كريستال عصفور عمل زمان. اوكي، يعني هنعمل كانها اسهم. النهارده هنسي ان احنا 300 فرد، هناخد ال 300 الف دول، هناخد من عند كل حد منتج هو شاطر فيه، هنصوره تصوير بروفيشنال وهنرفعه على الويب سايت بالصور البروفيشنال دي. اذا الحاجه اللي بترفع على الويب سايت هو بيفضل عليها الشغل داير على طول. طب هم ال 1000 جنيه مقابل ده بس؟ لا، الحاجه بتتصور وبترجع لك تاني لانها على المبيع، واحنا شغالين كاستمايز، يعني ممكن يطلب نفس المنتج بالوان تانية. طيب بقيه الفلوس هنعمل بيها ايه؟ اول حاجه هنعمل بوش بدعايه قويه جدا 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 على الويب سايت وعلى الصفحات علشان تجيلنا اوردرات كتير. طب يا حبيبه النهارده في 300 اشتركوا 400 اشتركوا، هتعملي 400 اعلان في الشهر؟ طبعا لا، استحاله. اقصى حاجه للسيلز يقدروا يشتغلوا 8 اعلانات في الشهر، يعني كل اسبوع 2 اعلان ممول. اوكي، طب بقيه الناس هتعمل ايه لحد ما يجي عليهم الدور؟ يعني انا لو مشتركه رقم 400 هستنى من غير شغل لحد ال 400 وانا كل شهر بدفع؟ لا، هنا إيه اللي بيحصل؟ انا النهارده مثلا كحبيبه عملت اعلان ممول على السجاد، فجالي من الاعلان 20 سجاده. المفروض ان اي اوردر تسليمه خلال 20 يوم من طلب الاوردر والحجز. اوكي، هل انا هقدر اعمل ال 20 سجاده في 20 يوم؟ لا طبعا. فباخد مثلا سجادتين 3 سجادات على قدر انتاجي اللي هقدر انتجه، وبقيه الحاجات دي بقيه الاوردرات هتتوزع على كل الناس المشتركه ودافعه اشتراك شهري. فمثلا من اول اعلان كده في اللي هو صح، اللي عامل المنتج هيشتغل وهنوزع الشغل على باقي الناس في الاعلان الثاني، وكذلك وكذلك وكذلك. اذا انت بتدفعي 1000 جنيه كل شهر وبتفضلي شغاله طول السنه، مش كل شهر اوردر، لا، باذن الله باذن الله بتسيبي اوردر بتمسكي اوردر. الاوردر بيجي يتصور وبيقعد عندي لحد ما يتصور امانات وبعد كده بيرجع لك. انا بشتغل بالماتيريال مش بالشغل وهو عندي. في مقر ثابت، هيبقى في مقر ثابت موجود بنشحن عليه حاجتنا، وبعد التصوير بترجع لك حاجتك. اوكي، اي ثينك ان انا شرحت الفكره بشكل وافي. هحط لكم رقمي في البايو للتواصل عشان اي حد عايز يشترك يتفضل يبعت لي صور من شغله، لاني انا مع كل الاسف مش هقدر اقبل كل الناس، بنختار شغل معين. في ناس ربنا يقويها ويعينها هي لسه مبتدئه، فبيتعلموا وبيبقى محتاجين الشغل مش وحش بس غير قابل للدعايه والاعلان والتصوير، محتاجين لسه يشتغلوا على نفسهم شويه. فانا محتاجه الناس البروفيشنال اللي عارفه ان شغلها حلو بس مش عارفه تصوره كويس، ومش عايزه الناس اللي تبعت لي صور على الواتساب وعايزه تشترك تبعت لي اي صور متعدله بالذكاء الاصطناعي. نو واي. انا باخد الصوره حتى لو مصوراها على السرير، بس انا بشوف بعرف من شكل الشغل ايدك حلوه في الشغل ولا لسه محتاجه تتظبطي. اتمنى التوفيق للجميع، والفكره حلوه قوي وهتبقى قويه قوي، لان بعد كده ان شاء الله لما نبقى على الارض ثابته وعدد الاشتراكات كبيره هناخد مكان في موقع متميز في الفور سيزون علشان نشتغل اوف لاين واون لاين، ما نبقاش اون لاين بس. هنعمل بروموشن في كل المنتجات اللي احنا بنشتغل فيها، هنمول على بره مصر. المشروع كبير هياخد ستيبس وهيبقى اقوى حاجه تلم الناس اللي شغاله في الهاند ميد المبعترين. التوفيق للجميع. هكتب لكم الرقم في البايو زي ما اتفقنا، ومستنيه كل رسائلكم.